الشرطة دخلت بيت فاضي في ولاية إنديانا بعد بلاغ غريب، بس اللي سمعوه جوه خلى واحد فيهم يستقيل تاني يوم. البيت ده في مدينة جاري بولاية إنديانا. كانت عيلة اسمها لاتويا أموينز عايشة فيه سنة 2011. من أول أسبوع بدأوا يسمعوا أصوات خطوات في السقف والأبواب بتتقفل لوحدها. بس الرعب الحقيقي بدأ لما ابنها الصغير قال لأمي: ماما، في راجل أسود واقف فوق السقف وبيبص عليا. ظنت إنه بيتخيل، لكن في يوم الجيران بلغوا الشرطة إن في صريخ بيطلع من البيت بالليل. الشرطة وصلت ومعاهم قس الكنيسة. دخلوا الدورة الأرضي والجو بارد جدا رغم إن التكييف مقفول. في نص التفتيش اتسجل صوت بنت بتقول: ساعدني، هو هنا. الصوت جه من الأبو، لكن لما نزلوا ملقوش ولا بنت، بس لقوا آثار أقدام صغيرة في التراب ماشية ناحية الحيطة. تاني يوم واحد من الضباط استقال وقال في تقريره: أنا سمعت نفس الصوت بينده باسمي وأنا في بيتي. البيت اتقفل بعد الحادثة رسميا، ولحد النهاردة محدش راضي يشتريه. والناس بتقول إن اللي يوقف قدامه بالليل يسمع صوت بنت بتبكي جوه الأبو.